نعمل احلى فتة باللحمة في 5 دقايق بس. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. نعمل بقى النهاردة فتة. هنا حطيت المية وفيها بصل ورق لورا، وهنا حاطة مية علشان الرز. هنا غسلة الرز وحط عليه الملح. الحلة ديت علشان التسبيكة الفتة، والحلة دي عشان الرز الابيض. سمنة وزيت سمنة وزيت. هبشر بقى هنا كده فصين توم. بشرت هنا كده فصين توم. هبتدي بقى اصفرهم كده. هنزل بقى بشوية خل كده، وهنا طماطم حطيت عليها ملح وفلفل. ضربت طماطم في الخلاط وحطيت عليها ملح وفلفل. سيبهم بقى يتسبكوا كده. التسبيكة خلصت. هنا هنزل باللحمة دلوقتي. هعمل الرز. هنعمل بقى الرز الابيض. هنا السمنة كده اتقدحت مع الزيت. هنزل بقى بالرز. هشوحه بقى مع السمنة والزيت. هنزل بقى بالمية السخنة. خلصت الفتة، ناقص بس احمص العيش. سهلة وبسيطة وما خدتش دقيقتين. كل حاجة على عين. ادي الرز وادي التسبيكة، وهنا اللحمة هي بدأت تعمل ريم. هشيلها. اسيبه بقى كده يشرب المية. شلت الريمة كده، ولما تستوي طبعا هحط الملح والفلفل. والولاد طلبوا مني النهارده اعمل فتة، قلت لهم يا سلام اسهل طلب. كل حاجة على عين، والاكل هيخلص في 5 دقايق. عيش كده بقى وهقطعه. قطعت العيش كده. احط عليه بقى شوية شوربة وشوية صلصة بالشكل ده. ودلوقتي بقى هنزل بالرز. خلصت الفتة، وعملت بقى صلصة بالشطة والشوربة.